كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة معانا طريقة فراخ حلوة قوي وسهلة قوي لكل المبتدئين، سواء كانوا بنات او شباب. ويلا بينا. معانا 3 بصلات خرطناهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، مع نص قرن فلفل حراق. فضيتهم في بولة زي ما انتوا شايفين كده كبيرة. معانا نص الفرخة اهو، صدر متقطع زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، مغسول كويس ومتقطع زي ما انتوا شايفينه. معانا فلفل اسود، ومعانا بهارات، ومعانا بهارات فراخ، ونص معلقة ملح صغيرة. دايما لما نيجي نتبل اللحوم نقلل نسبة الملح، لان احنا بنسيبه 2 ل3 ساعات في التلاجة او برا التلاجة، فلازم نحاسب على الملح. نفرك البصلة كده زي ما انتوا شايفينها، وهنجيب الصدر معانا بالشكل ده. هنبتدي ان احنا ندخل البصل جوه الفتحات بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا صدر الفرخ ده من الفراخ اللي انا كنت مربياها. عندنا في الفلاحين او في الارياف، احنا بنربي كل حاجه، الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والبط والوز، كل حاجه كل حاجه. هنبتدي ان احنا ننقل نص الفرخه في الصينيه اللي احنا هنسوي فيها. هي ريحه التتبيله بس بالبهارات نيه كده تحفه. هنبتدي ان احنا نتاكد كده ونتك عليها كويس، عشان خاطر ايه؟ البصل يبقى مظبوط كده عليها. طبعا المشاوي هي مشويه، بس المشاوي عموما بتبقى عايزه بقى ايه؟ آه شوايه او كده. بس انا ما عنديش شوايه وعايزه اكل فراخ، اعمل ايه؟ اتصرف. هنجيب معانا بقى ايه؟ ورق فويل كده، وهنغطيها كويس ونقفل الجناب كويس جدا، وهنسيبها في التلاجة لمدة من 2.5 ل3 ساعات زي ما انتوا حابين يعني، بس تبلوها من بدري عشان الفرخة تشرب من التتبيلة كويس اوي. اظن مفيش اسهل من كده، تتبيلة سهلة جدا جدا جدا، زي ما قلت لكم من 2 ل3 ساعات. وطبعا بسم الله ما شاء الله دي كانت النتيجة. انا عايزة لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. شايفين الفراخ طيبة ازاي ودايبة ازاي؟ طبعا دخلناها في الفرن على درجة 200 لمدة ساعة، وبعد كده شيلنا الفويل عشان الفرخة تتحمر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عملت معاها محشي كرنب ومحشي ورق عنب، سوري، ورق خس. هو بالنسبة لي زي ورق العنب، وبيبقى طعمه تحفة على فكرة. الريحة بس تفتح النفس، اللهم اني صايم. تحفة بصراحة. شايفين التفاصيل؟ انا من عشاق المحشي، وحبيت ان الاكلة تبقى بالشكل ده عشان انا مش عايزة شوربة ومش عايزة اي حاجات كتير، هو كده بس، والسلطة والخيار. وطبعا انا بعشق مشروب التمر. فدي كانت النتيجة. لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واتمنى ان اللي بعمله ينال رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.